مسا على كل الأهلاوية. حابب النهاردة أكلمكم على مباريات دوري أبطال أفريقيا. طبعا انتوا عارفين النهاردة الأهلي بكرة عنده مباراة صعبة جدا أمام سان داونز. يعتبر الفريق ده فريق قوي جدا في أفريقيا، بينافس آخر 5 سنين تقريبا. والسنة اللي فاتت فاز على الأهلي في الذهاب والإياب، القاهرة وجنوب أفريقيا. آه، طبعا لازم انت تفوز بالمباراة دي، مباراة الصن داونز هنا، وعلى الأقل تتعادل في جنوب أفريقيا عشان يبقى معاك حتى 4 نقط تقدر تنافس. انتوا عارفين المجموعة ابتدت الأهلي خسر أمام الهلال السوداني 1-0، وكان صن داونز كسبان الماتشين بتوعه. كسب الهلال في جنوب أفريقيا، وكسب القطن الكاميروني في الكاميرون، كده معاه 6 نقط. النهاردة المجموعة اشتعلت أكتر وأكتر، إن الهلال كسب القطن الكاميروني 2-1 في الكاميرون. بالهلال معاه 6 نقط، والصن داونز معاه 6 نقط، والأهلي ولا نقطة. فطبعا بكرة ضروري جدا الأهلي هيفوز على صن داونز عشان يقدر ينافس في البطولة ديت، أو عشان يقدر بس يصعد. بالنسبة لنادي الزمالك، نادي الزمالك ابتدى الدوري أبطال أفريقيا بخسارة أمام شباب بلوزداد، وعنده بكرة ماتش الترجي التونسي. لازم طبعا الزمالك يتعادل أو يكسب. الترجي كسب أول ماتشين ليه، كسب شباب بلوزداد الماتش التاني ليه في الجزائر، وبقى عنده أفضلية إن هو كسب ماتش خارج أرضه، وكسب المريخ السوداني. النهارده المريخ السوداني كسب شباب بلوزداد 1-0. المجموعة كده برضو اشتعلت بالنسبة لمجموعات نادي الزمالك. الزمالك عنده نقطة واحدة، الترجي عنده 6 نقط، شباب بلوزداد 3 نقط، والمريخ عنده 4 نقط. فالمجموعات كده صعبت جدا على الأهلي والزمالك. إن شاء الله ربنا يكرم بكرة الأهلي والزمالك إن شاء الله في الصعود، علشان يقدروا ينافسوا في دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله.